أسعد الله مساءكم سيدتي وسادتي. معنا اليوم ضيف من ضيوفنا الكرام، ضيف أعطى لمدينة مراكش رونقا جديدا في المسرح. محمد زيزي معكم على بلاطو المسيرة الحسنية من مراكش. بصفتك عضو في النقابة المغربية لمحترفي المسرح، هل من مساعدات قدمتها لكم النقابة في إطار العمل التشاركي مع وزارة الثقافة؟ لحد الآن لم نرى أي عمل إيجابي في هذا الشأن. فمنذ أن جاء هذا المكتب الجهوي للنقابة المغربية للمحترفين المسرح فرع مراكش لم نتوصل بأي خبر، ولم يتم إخبارنا بأي اجتماع كي نعرف المسار الثقافي أو التشاوري الذي يخص النقابة ووزارة الثقافة. فالفرق المسرحية غالبا ما تعتمد على نفسها وتنسى كل ما هو نقابي، لكن دور النقابة يجب أن تعقد اجتماعات مع جميع المنخرطين وتخبرهم بكل ما هو إيجابي وسلبي أيضا. يعني أستاذي، هل أنت حاصل على بطاقة الفنان من طرف وزارة الثقافة؟ نعم، لدي بطاقة فنان من طرف وزارة الثقافة. هل من صعوبة تواجهونها مع النقابة؟ طبعا، فهم الذين يخلقون هذه الصعوبة، هم الذين لا يتشاورون، هم الذين لا يعقدون اجتماعات مع المنخرطين، هم الذين فقط يخبروننا عن الفنانين الأموات كي نحضر إلى الجنائز، ولا يخبروننا عن الاحتفالات مثل مهرجان مراكش الدولي للمسرح. فهناك هم الذين يحددون هذه الصعوبات وهم الذين يخلقون هذه الصعوبات. نعم. هل حقوقكم محفوظة ومحمية مع هذه النقابة؟ وأي حقوق؟ يجب أن تكون هناك حقوقا أولا حتى يتم الاحتفاظ عليها. ليس هناك أي حقوق أبدا. أستاذي، بخصوص الذكر عن المهرجان يعني الدولي للمسرح بمراكش، ما هو رأيك أنت ككاتب ومخرج مسرحي في مهرجان المسرح الدولي بمراكش التي نظمته النقابة المغربية لمحترفي المسرح؟ وبصفتي عضو منخرط في هذه النقابة من الأولين أيضا، فهناك عدة خروقات في هذا المهرجان. أولا، أصبح الفرع الجهوي للنقابة المغربية لمحترفي المسرح بمراكش وتلة قليلة تعتقد أو تعتبر أن هذا المهرجان هو النقابة، أي نست ما يسمى بالدفاع عن حقوق الفنان بصفة عامة أو بصفة خاصة. إضافة إلى ذلك، فالمهرجان كان في ظروف غامضة. كنا نطمح أن يكون هناك اجتماعا قبل المهرجان كي تكون هناك لجان، من ضمنها لجنة انتقاء العروض المسرحية، بحيث قد تم، لا أريد أن أقول تهميش، بل نسيان أو إهمال العديد من الفرق المراكشية. لم يتم المشاركة ديالها في هذا المهرجان، مثل جمعية نادي خشبات الحي، مثل جمعية فرقة نجوم الشهاب المسرحية،
مثل هناك فرق مسرحية أخرى رائعة مثل فرقة حسن مشناوي لديها عمل رائع. كذلك فرقة مسرح الشعلة هي أيضا لها عمل رائع، وفرق مسرحية أخرى. قد كان بإمكان المكتب الأجياوي أن يعقد اجتماعا ويشكل لجنة انتقاء العروض. لم نرى شيئا من هذا. إضافة إلى ذلك لم يتم استدعاء المنخرطين للمهرجان، بل تم استدعاء فنان المحدود يعني المحدودين. فهناك عدة خروقات كثيرة وكثيرة وكثيرة. يعني أستاذي، هل هذا المهرجان هو يستحق كلمة مهرجان أم لا؟ لا أعتقد، لأن عندما نقول المهرجان الدولي للمسرح، فما معنى كلمة مهرجان دولي للمسرح؟ فهذا لا يعني أن نستقطب فرقة كيفما كانت من إحدى الدول ونقول قد قمنا بمهرجان دولي. فيجب انتقاء فرق مسرحية دولية يكون لديها عرض مسرحي آخر يحمل هذا العرض آخر تقنيات المسرح، حتى نعرف إلى أين وصل المسرح الدولي. هذا هو المهرجان الدولي. فقد تم تقديم عروض مسرحية، والعروض المسرحية المراوشة تفوق مستوى تلك العروض، مثل عرض فرنسي كان فرديا، كان سفيها إلى آخره. فكانت عدة خروقات في هذا المهرجان، ولست أدري ما الذي منع هذه التلة القليلة التي تسير أو التي سيرت هذا المهرجان من إخبار جميع المنخرطين. لماذا لم يتم إخبارهم بهذا المهرجان؟ هذا سؤال يجب أن نجد له جوابا. فهم منخرطون، يجب أن يحضرون هذا المهرجان، وإلا سنشكك في طريقة التدبير والتسيير إلى آخره. يعني أستاذي، ما هو رأيك في المطالب التي يجب أن يطالب بها المنخرط في جمع عام عادي أو جمع عام استثنائي؟ المطالب التي يجب أن يطالب بها المنخرطون وهو التقرير المالي يكون تقريرا متكاملا مرفوقا مع كشوفات الحساب البنكي للنقابة، الجبر المفصل للمصاريف عن طريق الشيكات وليس نقدا، كذلك التقرير الأدبي، كذلك لائحة المنخرطين حتى لا يكون هناك إنزالا. ويجب كل ما قلت أن يتسلم لأي منخرط ب3 أيام قبل الجمع العام، كان استثنائيا أو عاديا. شكرا لك أستاذ علاد.